اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اغلى اخوات واحلى متابعين في الدنيا. يا رب كلكم تكونوا بخير. موسم الصيف هجم علينا، ودي مش حاجه غريبه ان الدبان يكون منتشر بالشكل ده. بس ان شاء الله بامر الله ليها حل، باذن الله كده ليها حل ونخلص من الدبان. بصوا، هي وقعت في الفخ اللي احنا عاملينه لها، بس مش هو ده الحل برضو الوحيد اللي احنا ممكن نتخلص بيه يعني من الدبان. طبعا ده كان طبق ماشي فيه معلقه سكر وبريل، نقطتين بريل كده وحبه خل، وطبعا انجذبوا جدا للطبق. ف سبتهم بقى يغرقوا زي ما انتم شايفين كده. هي بتنزل في الميه ما بتطلعش تاني، خلاص بتموت. بتحط لها بتحط لها مثلا عود قرنفل ولا حاجه، برضو بيبتدي برضو يشم ريحة القرنفل وبينزل المية وبيموت. بس عايزة اقول لكم ان الحل ده حل ضعيف جدا. الحل بقى الاكيد ان احنا نمسك كده الشقة كده، بسم الله الرحمن الرحيم، نفض 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 وروق واكنس الارض كده لو فيها اي بقايا اكل، مثلا رزاية ولا حاجة مرمية في الارض من اطفال ولا حاجة، الردة يعني، الردة والحاجات دي برضو بتلم علينا الدبان. برضو لو في مثلا موز، اناناس، كانتالوب، انتوا عارفين بقى موسم الصيف وفواكه موسم الصيف بتلم علينا الدبان. فبنلم كل الحاجات دي كده في باسكت كده ونرميها بره الشقه كده، نغورها كده علشان نعرف نعيش. ما احنا مش هنعيش احنا والدبان في شقه واحده. تمام. بنمسك بقى الارض نكنسها كده كنسه محترمه زي ما انتوا شايفين، واي بخاخ عندك فيه ريحه لافندر رش رش رش، مش هتلاقي دبان تاني في الشقه. وصلي على النبي.